اهلا وسهلا، كي دايرين؟ بخير؟ اموركم مزيانه؟ اش تعاودوا؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وتكونوا ان شاء الله في احسن الاحوال. وانتم تشوفوا هذا الفيديو جديده اليوم، نهار جديد وفيديو جديد. نتمنى ان شاء الله يعجبكم. كي دايرين نتوما؟ كي دايرين مع هذا البرد، مع تسميق واحد البرد المد، البرد ديال البنات. ما نعاود لكمش، مشينا لمدينه تازه كما شاركت معكم في لا فيديو اللي دازت. وواحد البرد ما نعاود لكمش، هما تفاجئوا بواحد البرد اللي كان تمايا غريب لان الثلج طاح في الجبال. وتا مدينه تازه حتى هي بحال خنيفره، حتى هي دايرين بها الجبال. وداك الشيء اللي علاش كاين واحد البرد غريب. ومنين جيت لهنا لخنيفره لقيت كذلك كاين البرد وكاين الثلج وكاين كيما شفتوا الثلج تبارك الله. شكون اللي مشى فيكم الثلج؟ انا راه ما مشيتش صراحه، دزت الفاس ومن تما طلعت نيشان. قلت الا كانت شي فرصه مازال نمشي للثلج، ولا ما كانش فرصه مره اخرى ان شاء الله. كما شفتوا ما دوزتش بزاف في مدينه تازه، دوزت تقريبا مشيت الاربعاء الخميس الجمعه السبت الحد كنا شادين الطريق وراجعين. المهم ما دوزناش بزاف، ولكن غادي نرجع ان شاء الله شهر 3 غادي نرجع، حيتاش كاين واحد المناسبه. الوالد والوالده غيمشيو ان شاء الله للعمره، وبغيت نمشي نكون معاهم ونساندهم، وان شاء الله نوصلوا حتى المطار ان شاء الله. وانتم ان شاء الله غادي تكونوا من المتابعين، تشوفوا كيفاش دازت الاجواء ديال تحضيرات العمره وكلشي ان شاء الله. بغاو يدوزوا ان شاء الله تمايا شهر رمضان كامل. نتمنى من الله سبحانه وتعالى انهم يوفقهم في هذه العمره هذه، وتكون عمره مقبوله 100%. وانا الهدف ديالي من هذه العمره هذه انهم يمشيو يرتاحوا ويستراحوا ويرجعوا بواحد النفسيه جديده. واللي يحرم شي مسلم من داك المقام، كل واحد كيكون الحلم ديالو انه يمشي يزور قبر النبي. واللي عنده شي امنيه الله يحققها لي في هاد العواشر هادي ربي. ودعيو معايا البنات، الله يوفقهم والله يوصلهم على خير والله يجيبهم على خير. وان شاء الله ملي غادي نمشي لتازه غادي نشارك معكم ان شاء الله كل شيء من أزد، من تحضيرات، من السفر حتى المطار ان شاء الله. يلا البنات دابا غندوزو لا فيديو ديالنا جديده. اليوم غندير لكم فيديو ديال الحلاقه كما العاده، كل مره كنوع عليكم باش ما يطلع لكمش الدم كنوع عليكم الفيديوهات باش ما يجيكمش الملل وتكونوا دائما متحمسين للجديد. يلا خليكم على فيديو جديده وما تمشيو فين. اول حاجه اجي نتعرفوا على لا كليونت ديالنا. الكليونت ديالنا جات من بني ملال، جات ضيفه عند لا فامي ديالها هنايا وبغات تصبغ شعرها، واختارت تجي عندنا حنايا للصالون باش نصبغوا ليها شعرها. واللون اللي بغات دير لشعرها كرازي، او مما هو احمر ما هو غوز، يعني تيتوات مع وجهها حيت بيضاء وغادي يجيها زويون ومولفه دير هذا اللوين هذا. المهم انا غادي نوريكم الرقم ديال الصباغه اللي اختاريت ليها من عندي. هو هذا راه مكتوب عليه اللون كرازي. انا غادي نوريكم الرقم ديالو كلشي اللي عجبو. هو هذا راه دايرين كرمزي يعني كرازي، يعني ما هو احمر او ما دايرين الريد، ولكن هو كيكون بين الاحمر والغوز. المهم كيجي زوين مع البشره ديالهم بيضه، ما كيجيش حمر وما تيجيش غوز. المهم هذا هو اللون اللي اختارت وعجبها، والاختيار ديالها كان صائب جمعها. وانا ماليه الا نطبقوا لها على الشعر ديالها ونتبع التقنيات باش يطلع لها اللون موحد في الشعر كامل. اول حاجه كنديرها هي اني كنسبق الجذور حيت هما اللي عندهم لون مغلوق، كنسبقهم 21 دقيقه قبل ما نقيس الاطراف، حيت الاطراف ديجا فيهم الصباغه مفتوحين، ولكن الجذور عندها كما كيبان لكم مغلوقين. غادي نطبق الصباغه على الشعر كامل بالجذور، ومن بعد ما تدوز واحد المده عاد نصبغ ليها الشعر كامل كما كيبان لكم. وغادي نخلي لها المده الكافيه اللي هي 35 دقيقه. من بعد ما غادي نسالي لها غادي ندير لها السلوفان لشعرها باش يحافظ شويه على الحراره، حيت راكم عارفين الوقيته ديال البرد هذه كتبرد الصباغه وما تتعطيش لي في ديالها. النتيجه هي هذه كما بان لكم. بعد ما غسلت ليها شعرها عطاها هذا اللوين هذا بغيتكم تاخذوا الشكل. انا عجبني عليها حتى بيضه، جاها رائع غير احتراما للكليانه ديالنا مبغاش تبان في الفيديو. واختاريت انني ناخذ غير اللون ديال الشعر كيما بان لكم.
المهم طلع ليها زويون زويون، كنشوف كيطلع مع وجهها رائع. وهذه هي النتيجه. نتمنى لا فيديو تنال الاعجاب ديالكم والاستحسان ديالكم. الا عجبكم لا فيديو ما تبخلوش عليا بلايك وتعليق، والى اللقاء.